تعرف بحضرتك؟ مصطفى رجب. مصطفى يعني من المخترعين لجهاز المولد الكهربي. يعني عايزين نعرف المولد الكهربي اللي احنا كمان نشاهده الان. قول لنا فايدته، ولو يعني استخدم فيما بعد هيقدر ان هو يتخلص من مشكله قطاع الطريق الكهربي اللي هي زادت عن حد الايام اللي فاتت دي، ولا لا؟ والله انا سبق قبل كده صورت في كذا قناه ونشرت هيئات كتيره في قلب الحكومه بحيث ان حد يتبنى هذا المشروع، ولكن للاسف ما فيش اي حد تجاوب معايا خالص في الجهاز ذات نفسه. ده عباره عن مولد طاقه كهربائيه بيعمل بدون وقود، يعني بيغني عن البترول كوقود بنسبه 100%، والكلام ده انا سبق وقلته كتير ومفيش حد انتبه له. الجهاز هو زي ما هو موجود قدام حضرتك هو ناقص، هو مش كامل. طبعا المثل بيقول الحاجه ام الاختراع، فطبعا عشان محتاج لازم هخترع. دلوقتي بالنسبه لي انا في عندي حاجات كتيره ناقصه. عندي مثلا موتور زي ده لازم يتغير يجي موتور تاني اقوى. جميل. محتاج لي مجموعه تروس. في عندي مولد تاني بيركب ورا الموتور ذات نفسه، وفي عندي الباور انفرتر، في عندي بطاريه. غير المكونات دي في بعض المكونات طبعا مكلفه جدا. تمام. المكونات دي طب انا هجيبها منين؟ لما تيجي مثلا اي حد بيشوف الحاجات اللي انا بعملها بيتفرج عليها على اليوتيوب او بيتفرج عليها مثلا في اي قناه انا مثلا صورت فيها، انا مش هقول ان انا متعلم عشان اقدر اجادل مع متعلمين. هم بيغلبوني بالعلم بتاعهم. انا ما بعرفش اتكلم معاهم باللغويات اللي هم بيتكلموا فيها، ولكن انا لما بتكلم معاهم بقول انا عملت حاجه عملي. يقعدوا يطلعوا لي قوانين الكهرباء لا تستحدث ولا مش عارف ايه الكلام اللي هم فاهمينه. طب انا كنت عايز اعرف ان لو الجهاز ده خلص معاك وتم تفعيله، هل ده هيبقى عامل يعني هام في القضاء على مشكله قطاع الطريق الكهربي اللي هي اللي زادت في الفتره الماضيه، ولا هيبقى؟ والله انا في الوقت الحالي يعني بحاول ان انا ادمج مع الجهاز ده اللي هي طاقه الشمس، طاقه الطاقه اللي هي النظيفه، وطاقه الرياح، بحيث ان مثلا لو ده هنقول يعني قل معايا في الشغل بتاعه بتخش مكانه الطاقه الشمسيه، بعد كده تخش مكانه طاقه الرياح. بدمج 3 في 1. انا ان حد مثلا يتعاون معايا في حاجه زي كده، يعني صرف الله بيتصرف ملايين الجنيهات على حاجات ملهاش اي قيمه، فلما تيجي تتكلم في حاجه زي كده مفيش حد بيستجيب. ودي مشكلتنا هنا في مصر، ومشكله كبيره. جهاز زي ده لما انا احطه في العربيات اللي هي بتشتغل بطاقه، يعني ده ينفع ان هو يستخدم في المنازل؟ ما هو ده بيطلع لي الطاقتين يا باشا. تمام. بيطلع لي البي سي والبي سي. طبعا معروف اللي هو البي سي اللي هو التيار المتردد اللي هو بتاع الايه؟ بتاع المنازل وبتاع المصانع والحاجات دي كلها. والبي سي اللي هو التيار المستمر بتاع الطيران وبتاع البواخر وبتاع السيارات وبتاع الحاجات دي كلها. تمام. فهو الجهاز بيطلع لي الاثنين. طب ده هيبقى يكون سعره عالي في السوق لما ينزل ولا هيبقى؟ والله بالنسبه لهنا في مصر، واقولها بمنتهى الصراحه، هنا في مصر البيع سرقه. انا دخلت على موقع من المواقع البيع والشراء على الانترنت، وموقع معروف بالنسبه للمجال اللي احنا شغالين فيه. دخلت لقيت 5 كيلو باور انفرتر بيعمل 200 دولار بره. جيت اشتري هنا 3 كيلو، قال لي عشان خاطرك انت ومصطفى حبيبنا 12900 جنيه.